كابتن طارق، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله. اسمح لي الاول ارحب بحضرتك معانا في برنامج العالمي على صفحة اسوان اف ام. ربنا يبارك فيك يا محمد، تحياتي ليك ولكل طبعا منضمين على صفحتك. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. احنا ببساطة كده فكرة البرنامج بتاعتنا بتدور على تطوير الكرة في مصر، وامتى نقدر نوصل للعالمية زي الدول الكبيرة والمدارس اللي موجودة في العالم، وامتى نقدر نشوف لاعبين محترفين كتير في العالم زي اللاعبين اللي موجودين، زي مثلا صلاح وتريزيجيه. عايزين نشوف اكتر من كده. فبحكم خبرة حضرتك في التدريبية في مصر والوطن العربي عموما، حضرتك شايف نقدر نعمل ايه علشان نطور الكوره ونطور اللاعبين عندنا؟ شوف، طبعا يعني انت بتتكلم في مجال كبير جدا وواسع ومهم. تمام. يعني عشان نصل للدرجه اللي انت حضرتك بتتكلم عليها العالميه ديت، محتاجه مننا مجهود كبير جدا جدا، تمام. منظم، منضبط، تمام. محطوط له تارجت معين احنا محتاجين نوصل له. تمام. وده طبعا بيحتمل على عمل شاق مهم جدا وممنهج وباسلوب علمي. تمام. وعشان نطور اللاعب لازم ناخد الهيد الاول، نمره واحد. يعني الدماغ اللي هتطور اللاعب ديت وهو المدرب. لازم نمره واحد نطور المدرب، تمام. نخلق كوادر تدريبيه متعلمه تمام. دارسه تمام. عندها التالنت في التدريب، مهم جدا جدا. تمام. يبقى أنا قصدي الراجل المناسب في المكان المناسب، صح كده. ومختارين وبيختاروا بعنايه فائقه جدا جدا، تمام. عشان تتحط في المراحل السنيه اللي انت بتتكلم على مستقبل. مثلا لما بتحط مثلا خطه طويله الاجل او قصيره الاجل مثلا، تمام. انا عاوز اوصل مثلا للمرحله ديت عشان اصدر لاعبين يطلعوا بمستوى محمد صلاح. تمام. فمحتاج ان انا ابني معاهم من الصغر، مش من دلوقتي زي ما بيعمل بره. صح. اللعيبه بتاعت اوروبا كلها بتتدرب بمنهجيه في مدارسها في انديتها من الصغر على كل ما يشمل عوامل التدريب، من تجهيز بدني، من تجهيز نفسي، من تجهيز ذهني، عقلي، تكتيكي، مهاري. فبيطلع للفريق الاول يعني خلاص تشبع وحافظ ومنضبط، وبتقدر انت تستغله لما يجي يتعلم. احنا هنا للاسف بنبدا مع لاعبين، انا بكلمك بقى عن تجربتي الشخصيه، بتبدا مع لاعبين حتى على النواحي الذهنيه والنواحي الخططيه وهو لسه بينضم للفريق الاول. يعني فاقد نوعين مهمين جدا جدا، بالاضافه طبعا اختلاف كتير جدا جدا حتى في البنيه بتاعت اللاعب، الناحيه الغذائيه بتاعت اللاعب، الناحيه الثقافيه مهمه جدا جدا. تمام. ان اللاعب يبقى مثقف، عارف ايه اللي عليه وايه اللي ليه. ودي طبعا بتختلف عندنا كبير، بتؤدي الى صح. يعني احنا حتى الان مش عارفين نستثمرها بشكل كبير جدا. صح. نظرا للعقليه اللعيب العربي، عقليه اللعيب العربي عقليه مختلفه عن اللعيب الاوروبي. تمام. يعني بين واحد بيتقبل الاوضاع بشكل صدر رحب، وبيتقبل المعلومات وبيتقبل كل اللي بيقال اليه، عايز يتعلم، ومنضبط تماما، وبين واحد ممكن يكون متمرد. ويعني ممكن عندك يعني طبعا صوابعك مش زي بعض. ممكن ناس يبقى فيها تلقي وناس ثانيه ممكن تلاقيها مش يعني، او تتعلم لمده وبعد كده خلاص انا اتعلمت كل شيء. طبعا انت عارف ان بحر العلوم لا يمكن تدريب يعني ما بتتوقفش كل يوم في يعني، او كل يوم في علم جديد، طبعا في معلومه جديده. فانت لابد انك الموضوع ده موضوع كبير جدا جدا، خاصة في مصر. انت محتاج تحط له منهجية منظمة ومرتبة عشان تخلق اجيال سليمة، تستطيع انك تفيد بلدك نمرة واحد، ثم انك تخرجهم للخارج ناس فاهمة، يعني مواكبة للحدث، مواكبة طبعا للفكر الاوروبي. لانك لما تطلعهم في اوروبا مش ممكن في اوروبا هيعلموهم من اي تو زد هو عايز ياخد النتيجة، مش عايز يعلم. هو يعني حاليا حتى اللي بيخرجوا، يعني واحد زي محمد صلاح، واحد كان زي تريزيجيه، واحد زي نني، واحد زي يعني عندهم كم كبير جدا من الخبرات اللي اتكونت في المنتخبات. لكن انت بتتكلم على افراد مش جماعات، بخلاف مثلا في افريقيا مثلا هتلاقي في نيجيريا عدد كبير واسع جدا جدا من اللعيبه المحترفه. ما ده اللي الواحد بيستغرب له يا كابتن بقى، ان دول فقيره زي كده مش كبيره. يعني احنا مع احترامي احنا اقوى شويه، واحنا مش عارفين نواكب دول. ما هو الانديه الاوروبيه اكتشف ان دول مناجم، يعني مناجم الذهب
فبدأوا بدل ما هم يعني انت عارف انت لما دول بتصنع دلوقتي مثلا زي مرسيدس الماركات العالميه، نايك، الاديداس، تمام. بتصنع كانت بتصنع في بلدها في المانيا ولا في امريكا، فكانت بتكلف كتير جدا، فابتدوا يروحوا طبعا للانديه الاقل تكلفه والعماله اقل تكلفه وبنفس الكواليتي وبنفس الماركات، بس الكواليتي التكلفه قليله. يقلل في الهاند ميد. صح. نفس الفكر انتقل في عالم كرة القدم الاقتصادي. عالم كرة القدم الاقتصادي طبعا انا بعمل داعي الكلمة ديت، يعني لان طبعا النهارده كرة القدم اقتصاديا يعني نمرة واحد النهارده، يعني شوف الفيفا قد ايه دولة جوه دولة طبعا. فابتدوا يروحوا للدول ديت اللي هي عندها مناجم من اللعيبة الذهب زي ما بيقولوا، وابتدوا يعلموهم من هناك من الصغر فلسفة الدول الأوروبية. فبينتقل يعني شفنا مدارس كل الانديه الكبيره، اليوفنتوس، بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونه، يعني كل الانديه الكبيره دي كلها هتلاقي عندها مدارس في افريقيا منتشره في كل دول افريقيه الناطقه باللغه الفرنسيه. هتلاقي الانديه الفرنسيه مسيطره عليها. كل ما هو بينطق طبعا كل الدول اللي هي بتنطق باللغه الفرنسيه الناطقه باللغه الانجليزيه هتلاقي الانديه مسيطره على الكلام ده. فبيحضروهم عشان ياخدوا منهم المواهب ينقلوهم فين؟ لاوروبا، بس ينقلهم جاهز. الشهر. صح. بس ينقلهم جاهز. هو ده اللي بيختلف عندنا، وانت زي ما انت شايف كده عندنا الايه مقلوبه. فما المدرب غير المناسب يعني بيتولى مراحل سنيه مهمه جدا. فانت النهارده ابتدى حتى على مستوى المنتخبات مصر ما بتوصلش حتى في البطولات الافريقيه للمستويات العليا اللي بعد ما كانت متصدره، نظرا ان بتلاقي اجيال بتنهزم وبتروح وبتخرج من تصفيات، وبعد ما تخرج من تصفيات الجيل ده بينهد تماما وبيبص للجيل اللي بعديه. اذا انت موت جيل تماما ومحيت جيل من عصور نظر ان انت ما ساعدتش في اعداده بالشكل الجيد اللي يقدر يحقق لك التارجت اللي انت رسمه المفترض كاتحاد كرة قدم. صح. احنا شايفين من كلام حضرتك ان هو لازم نبتدي اداريا الاول من القاعده الكبيره، ان هو نحط طريقه للتنظيم، وبعد كده نبتدي ننزل على الهيكل التنفيذي اللي هو من اول المدربين والجهاز المنضم ليه، وبعد كده نروح على اللعيبه. يعني اخر حاجه هو اللعيب اللي هو بيبقى النتاج في الاخر. هو ده المفترض، يعني انك تحدد هدف، والهدف ده متخطط له بشكل كويس، ومين هينفذ الهدف ده عشان تقدر توصل للمحصله النهائيه اللي هي النجاح. لكن هتسيب الموضوع يعني عشوائي وغير منظم ممكن ينجح، بس ده ما يلوش استمراريه. صح. والمقدر ليه اكتر هو الفشل. هيبقى مؤقت. صح.